السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم يوميات ماما حبيبتي. النهاردة هنعمل بسكوت المدارس، بسكوت الكوكيز بطريقة سهلة جدا جدا، وبمفاجأة بقى اننا هنعمله بالزبدة النيوزيلندي اللي احنا عملناها في البيت، اللي هي بديل الزبدة النيوزيلندي اللي عملناها في البيت بطريقتنا، عشان ناس كتير بيقولوا فيها نسبة حموضة وما تنفعش ومش حلوة ومش عارف ايه. والله العظيم انا هعملها دلوقتي معاكم وهنمشي بيها خطوة خطوة، وهقولك في النتيجة في الآخر طلعت حلوة ولا طلعت مش حلوة بما يرضي الله وبمنتهى الأمانة. الكوكيز ده عملت كمية حلوة جدا بكوبايتين 2 من الدقيق، وطبعا كوباية من الزبدة النيوزيلندي الجميلة اللي أنا صنعتها في المصنع عندي. والله انت عارفة بتبقي سعيدة جدا لما بتعملي حاجة زي كده وتطلع ناجحة وتطلع حلوة يعني، وتطلع اقتصادية كمان. فوداعا للغلاء بجد. تعالوا بقى نعمل الخطوات بتاعه الكوكيز الاول. بصي ما بياخدش وقت خالص، اسهل حاجه ممكن تعمليها. في البدايه خالص اول حاجه معانا كوبايه الا ربع من السكر المطحون البودر، لازم يكون مطحون. انا طحنته في البيت عندي، ما بحبش اشتري الجاهز. معلش الكوبايه كان فيها ميه، يعني كانت واضح انها كانت مبلوله فشبط فيها السكر. ماشي كده. وعليها بقى ادي كوبايه الزبده النيوزيلندي التقليديه اللي متقلده، يعني التقليدي مش تقليدي، التقليد اللي احنا عملناها في البيت. عايزه الرابط هحطهولك ان شاء الله في صندوق الوصف، ولو طلبتيه في الكومنتات هحطهولك في الكومنتات. دي زبده، يعني تخيلي كده انتي عامله زبده في بيتك بربع تمنها، ربع تمنها الاصلي. وهنبدأ بقى نستخدمها في وصفات كتيرة جاية ان شاء الله، وكل وصفة هقولك اذا كانت حلوة ونفعت في الوصفة ديت ولا لا. هي طبعا في الطبخ وفي الاكل وفي كل حاجة جميلة جدا، بس احنا عايزين نجربها بقى ونشوفها في الحلويات. ده بسكوت اللي هو الكوكيز، عايزين نشوف بقى هتبقى عاملة فيه ازاي. بمضرب البيض او بمضرب الخلاط، يعني تحطيهم في الخلاط او بمضرب سلك بايدك، تقدري تضربي الزبدة مع السكر البودر ضرب جامد جدا لحد ما يبقى كريمي زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هنكسر عليه بيضتين. المقادير دي مظبوطة جدا، بتطلعه مظبوط من اول مرة، ما شاء الله جميل جدا جدا. اعمليها وانتي مغمضة. وبقى طبعا مادام حطينا بيض لازم هنحط فانيليا، فانا هحط كيس فانيليا سواء سايلة سواء بودر، اي فانيليا موجودة عندك. وهنرجع نضرب تاني لحد برضو ما يبقى القوام كريمي جدا معانا، يبقى زي الكريم شانتيه كده. يبقى كده كوباية الا ربع سكر، كوباية من الزبدة في حرارة الغرفة، والبيض برضو بحرارة الغرفة. دي مهمة جدا انه البيض بدرجة حرارة الغرفة والزبدة بدرجة حرارة الغرفة، والسكر يكون مطحون ناعم. ضربنا السكر مع البيض وبعدين مع الزبدة، وبعدين حطينا البيض وضربناه كده، ما شاء الله بقى مضروب خلاص كده تمام. المضرب كده ايه مهمته انتهت. هنبدأ بقى شغلنا كله سهل. بصي الموضوع كله مش هياخد في ايدك حاجة خالص، سهلة جدا جدا وسريع جدا، وحتى في التسوية ولا تخمير ولا كلام من ده. هنحتاج كوبايتين من الدقيق، بس مش هنحطهم مرة واحدة، يعني من كوبايتين لكوبايتين ونص حسب قوام العجين معاكي. هنضيف على الدقيق معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة بسيطة خالص من الملح. بنقلب علشان خاطر انا مش محتاجة اعجن وقلت، ما ينفعش نعجنه، احنا بنقلبه بس. دي كده معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهحط برضو ايه رشة بسيطة خالص من الملح علشان تظبط الطعم بتاع السكر في بين صوابعي كده. العجن بتاعنا هيكون بالطريقة اللي انت شايفاها دي، بالراحة كده كأنك بتعملي عامل زي الكيك كده، بس هنتقل القوام بس، كل الحكاية عشان يطلع معاكي هش وجميل جدا واحلى مليون مرة من الجاهز. يكفي ان انتي عارفة المكونات اللي فيه والمواد الدهنية اللي فيه
شكلها ايه وانتي عاملاها بايدك. دي تاني كوباية. المقادير دي ان شاء الله تطلع مظبوطة معاكم جدا، مش تحتاجي اي حاجة تانية. بقلب من فوق لتحت كده زي ما بنعمل الكيك، علشان انا مش عايزاه، مش هعجن ولت، انا عايزاه يدوب بس، يا دوبك الدقيق يدوب في وسط الخليط ده. دي كده الكوباية التانية. شايفة القوام بدأ يتقل معايا. انا مش عايزاه سايب ولا سايح عشان ما يسحش منك في الصينية، ومش عايزاه تقيل تخين علشان ما يطلعش طري، ما يطلع هش ويطلع جميل كده زي ما بتجيبيه جاهز من بره. هنضيف بقى عليه لو انت حابة في المرحلة دي بقى تحطي يعني عايزاه بالشوكولاتة، تاخدي جزء من العجين ده تحطي عليه معلقتين او معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. طبعا ديت شوكولاتة شيبس، اللي هي الشوكولات شيبس اللي هي بتبقى عند المحلات الحلواني دي، هحطها عشان تبقى جوه البسكوت من جوه. هتقسمي نص العجينة وتحطي عليه كاكاو لو انت حابة بالشوكولاتة. انا عندنا كلنا مشاكل اليوريك عالي جدا عندنا، فببعد كتير عن موضوع الشوكولاتة ده. شايفة العجينة؟ هو ده القوام الصح للعجينة. يعني هتحتاجي حبة صغننة خالص من الدقيق، يعني انا ضفت كمان كده كوبايتين ونص من الدقيق بالكوباية المعيارية اللي هي بتبقى اللي هي المعيارية دي. مش عايزاها سايحة بتلزق ولا عايزاها تقيلة، انا عايزاها بالقوام اللي انت شايفاه قدامك ده، ملمت نفسها ما بتلزقش وفي نفس الوقت طرية جميلة. مش هحط دقيق تاني، خلاص كده تمام التمام التمام يا باشا. الحبة دول يبقى هي كده خدت كوبايتين وربع، عشان كده مش هقدر اقولك على مقدار في الاول، هما كوبايتين لكوبايتين وربع. بصي بقى اما تيجي تقلبيها كده وتيجي تبقى شايفة متماسكة وجميلة وحلوة جدا. فالقوام كده تمام التمام. دول خلاص مش محتاجينهم. كانت نص كوباية، لا اخدنا ربعها بس، يبقى استخدمنا كوبايتين وربع على حسب برضو نوعية الدقيق. في دقيق بيشرب الدقيق ده نوع دقيق عادي جدا من عند العطار، دقيق سايب اللي بيبقى بالكيلو، دقيق كل الاغراض. هنبدأ بقى نشكله، بنكوره بايدينا كده زي ما احنا شايفين، وهنحطه بقى في الشوكولاتة. بس كده هنزينه كده بالشوكولاتة الجميلة دي. طبعا لما تحطيه بايدك كده كله بيطلع كتير قوي، فانا هرشه عليها احسن، عشان انا عايزاه برضو شكله يكون باين كده. الشوكولاتة الزايدة مش بتخليه شكله حلو. تعملي كور صغيرة في حجم الليمونة، لان هي لما بتخش الفرن بتزيد. بصي هرش بقى شوية كده بس كده، وهنعمل بقى الكمية كلها بالطريقة دي. هي خدت معايا حوالي صاج ونص. شايفين بقى؟ ما بصي بقى، ولا بتخمري ولا تركني ولا الكلام ده كله. بنولع الفرن، بنسخنه على 180 ونحطه في الرف الوسطاني 12 دقيقة بالظبط. مجرد ما يستوي من تحت اللون يحمر، بس لون القعر بتاعه يحمر من تحت بس، بقفل الفرن من تحت واشغل الشواية دقيقة واحدة. دقيقة واحدة مش دقيقة ونص، دقيقة واحدة بس. اول ما تلاقي وشه يدوب بقى كده بامبا وجميل، يعني اللي بقى ذهبي، تقومي قافلة عليه وطلعيه بقى في الهوا. حتى لو هو طري بعد شوية في الهوا هينشف وهيبقى تمام التمام. انا بقى الفرن بتاعي رخم، كل شوية افتح واقفل علشان اشوفه. اتفاجئت بيه اجزاء منه كده ايه خدت اللون ده، لان هو كان صاجين، كان في صاج ونص، فالنص صاج هو اللي في بعضيه زي ما انتم شايفين اللون زاد شوية، لكن بقية الصاج ده كان جميل جدا.
بصي بقى بيقطم ودايب ومقرمش وجميل جدا جدا جدا، واحلى من الجاهز وانضف مليون مره. وما اخدش ساعه، ما اخدش الساعه كله على بعضه من اوله لاخره، ما كملش الساعه، في ثانيه وانتي واقفه كده بكوبايتين دقيق عملنا كل الكميه المحترمه دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما شاء الله بقى الزبده، مش عايزه اقولك الزبده طلعت عامله ايه، احلى من احلى نوع من انواع الزبده، اجمل من اي نوع زبده كنت ممكن تتخيليه، طعم وريحه في منتهى الجمال. اعملي بيها الكوكيز وما تشيليش هم، رخيصه واقتصاديه، وكل الحاجات دي كده على بعضها ما تكملتش ربع تمنها لو هتشتريها من بره. شكرا والسلام عليكم.